في زمن بعيد بين كثبان الصحراء وسكون الليالي، ولد سليم في بيت بسيط من بيوت البدو لأب شجاع وأم حنونة. كان وحيد والديه، وكانا يحفانه بالحب والدعاء. لكن لم تدم سعادته طويلا، فذات عام اجتاح المرض ديارهم، وسقط الأب أولا ثم لحقت به الأم، وتركاه طفلا لا يتجاوز العاشرة، وحيدا في مواجهة الحياة. بعد دفنهما حمل سليم بعض ما تبقى من التمر اليابس في صرة صغيرة، ومضى إلى بيت جدته هدية، عجوز طيبة القلب استقبلته بذراعين مرتعشتين وقلب مفطور. ربتت على رأسه وقالت: يا بني، ما لي بعدك من سلوى. لكن لم تمضي أشهر حتى سقطت الجدة على الأرض، ولم تقم بعدها، فدفنها الجيران. وخرج سليم مرة أخرى وحيدا. اتجه إلى بيت عمته روبا، فرحا ظنا منه أن الأهل لا يردون دمعة يتيم، فاستقبلته بدموع الشوق. لكن زوجها سعيد عبس في وجهه، وقال بعين باردة: بيتي ليس مأوى للمتسولين. وبعد أيام من الذل طرده في الليل بلا زاد ولا غطاء. جر قدميه إلى بيت خالته زهرة، امرأة طيبة لكنها فقيرة ومريضة. بكت حين رأته وأدخلته سرا، لكن في اليوم الثالث قالت وهي تبكي: سامحني يا سليم، لا أملك حتى ما أطعم به أطفالي، فكيف بك؟ وقبلته على جبينه، وتركته عند عتبة الباب. خرج سليم هائما على وجهه، يمشي تحت شمس الظهيرة الحارقة، وينام في الليالي الباردة تحت النجوم. جاع حتى صار يأكل جذور النباتات، برد حتى لجأ لجلود الحيوانات الميتة. مرض فلم يسمعه أحد، صرخ فلم يجبه إنسان، لكنه لم يسرق ولم يظلم ولم ييأس. وذات يوم وبينما كان يتهادى فوق كثيب رملي، رأى واحة خضراء في البعيد. ظنها سرابا، لكنه سار إليها، فوجد فيها خيمة قديمة يسكنها شيخ كبير اسمه بركات. نظر إليه الشيخ وابتسم بحكمة: أهلا أهلا بك يا بني، أكرمه وعلمه الصبر والفروسية والقراءة وأسرار الحياة. وظل عنده سنين طويلة حتى شب سليم وصار قوي الجسد عميق الحكمة حاد النظر. في أحد الأيام هجم قطاع الطرق على قبيلة مجاورة للواحة. صدف أن سليم كان مارا، فتصدى لهم بشجاعة، وقتل زعيمهم وحرر النساء والصغار. ذهل الناس من شجاعته وخلقه، وأجمع شيوخ القبيلة على أن يكون هو أميرهم. لم يطلبها، لكنه قبلها ليحمي المظلومين. ما إن تسلم الحكم حتى أنشأ بيوتا للأيتام ودورا للمسنين، وأمر ألا يطرد طفل من بيت قط. كان يطوف بنفسه ليلا متخفيا يتفقد الفقراء والمرضى. ولما جاءه شيوخ يطلبون منه الزواج رفض قائلا: لا أريد أن يولد لي ابن يذوق لتام كما ذقت، فيبكي وحيدا كما بكيت. في أحد المواسم حين كان سليم في أواخر الثلاثينات من عمره، قويا وعادلا، تهمس النساء في القبيلة بأحاديث الزواج. كانت جميلة، فتاة فائقة الجمال، ذات أدب وحياء، تضرب بها الأمثال. وكانت كل الأمهات يتمنين أن يخطبها الأمير. لكن سيدة كبيرة في السن اسمها الرضية كانت امرأة عاقلة تجاوزت 70، وكانت كالأم لسليم منذ صار أميرا، تشرف على شؤون الأيتام والمحتاجين. وذات ليلة دخلت عليه في مجلسه وقالت بحنان: يا سليم، لقد اشتد عودك وبنيت عدلا وسدت الفجوات، فهل جاء وقت قلبك؟ ابتسم سليم بأدب وقال: قلب يحمل أوجاع الناس لا يتسع للحب يا رضية. لكنها تابعت تقول: ليست كل النساء نساء دنيا، إنما بعضهن سكينة عمر. وهناك فتاة يا بني تدعى جميلة طيبة حنونة، تحب اليتامى كما تفعل، وتخيط ثياب الفقراء بيدها. لو رأيت كيف تنظر إليك حين تمر لعرفت أن قلبها لك. سكت سليم طويلا ثم قال بصوت خافت: رضية، إنني لا أخاف من الحب، بل من القدر، فإن أنا أحببتها وأنجبت منها طفلا ثم مت، تركت له ما تركه والدي لي: الوحدة. لن أسمح لطفل مني أن يذوق ما ذقته. أدمعت عينا رضية وهمست: لكن جميلة كانت يتيمة أيضا، وهي تعيش لتحب لا لتخاف. فرد سليم: إن كانت يتيمة فهي تفهمني، وستفهم أيضا لماذا لن أتزوجها. لن أورث الألم. خرجت رضية ودموعها على خديها وهي تهمس: ما أثقل قلب الرجال إذا حملوا وجع الطفولة. ومنذ ذلك اليوم لم تطرح عليه فكرة الزواج مرة أخرى، فبقي دون زواج مكرسا حياته للناس. لكن في ظله نشأ مناف وزيره المقرب، رجل حاقد يخفي الكره خلف ابتسامة خادعة. دبر مؤامرة لاغتياله، لكن الله أنجاه واكتشف المكيدة. جاءه الحراس بمناف مكبلا، فحدق فيه سليم طويلا ثم قال: لو كنت مثلك لقتلتك، لكني أؤمن بالعدل لا بالانتقام. ونفاه إلى الصحراء وأوصى أن يراقب فلا يعود للشر. مرت السنون حتى بلغ سليم 60.
قرر زيارة عمته وخالته. وجد العمة أرملة فقيرة والخالة مريضة، عفى عنهما وأكرمهما بما يكفي لحياة كريمة، ثم عاد لقصره دون ضجيج. وفي خيمته الأخيرة جلس يوما تحت قمر بدوي، وحوله أطفال أيتام يضحكون. نظر إليهم بعين دامعة وقال: يا أولادي، لا أحد يخلق أميرا، بل يصنع الأمير من الألم. إن صبر وعفا. ومات بعدها بأيام، فبكته القبائل كلها، وكتبوا على قبره: هنا يرقد أمير، لم ينس يوما أنه كان يتيما.